خلي بالك عزيزي المربي من مشكلة الرطوبة أثناء موجات الإجهاد الحراري، لأن كلنا عارفين إن العلاقة عكسية ما بين الرطوبة والحرارة. لو الرطوبة ارتفعت وزادت عن 70% حرفيا هيحصل هنا كوارث. دخول التبريد هنا مش هيكون فعال، عشان كده بنلجأ إن احنا نعمل سرعات هواء على الفرخ داخل العنبر. واحنا عندنا قاعدة عامة: درجة الحرارة بالفهرنهايت زائد الرطوبة النسبية لو زادت معايا عن 160 يحصل هنا إجهاد حراري للعنبر. فمثلا لو عنبر وصلت حرارته ل 40 سيليزيوس والرطوبة 60%، نعمل هنا المعادلة بتاعتنا، فهنحول السيليزيوس لفahrenheit، فهنقول درجة الحرارة بالسيليزيوس 1.8 زائد 32، وبعدين هنجمع رطوبة هيطلع لنا 164. إذا العنبر ده داخل معانا في حالة احتباس حراري، فما ينفعش أفرح قوي أثناء موجات الإجهاد الحراري وأشغل التبريد باستمرار. لازم أراقب الرطوبة وأشغل التبريد بتاعي على تايمر إيقاف وتشغيل. لو عاوز تعرف معلومات أكتر عن مشاكل الإجهاد الحراري وإزاي نتغلب عليها، تابعنا في سلسلة الإجهاد الحراري.